شايفين ما شاء الله مطة الجبنة عاملة ازاي؟ تحفة وطعمها جميل جدا. دايما ولادي بيسألوني على الأكلة ديت من كتر ما هي حلوة وفيها حاجات كتير، دايما بيسألوني عليها ودايما بعملها لهم، وهي فعلا أكلة طعمها غاية الروعة. هنبدأ أول حاجة بحلة على النار وهننزل بيها في نصها من المية، وبعد ما نملى نصها بمية هننزل بمعلقة من الملح، وبعد كده هتغلي المية هننزل فيها ب600 جرام من البطاطس أو حوالي 3 بطاطسيات متوسطين، وهنقطعهم بالسمك اللي حضراتكم شفتوه ده، يكون سمك متوسط عشان كله يستوي مع بعضه. طبعا بطاطس بقشرها. هنسيب البطاطس الأول تستوي معانا، وبعد كده هنبدأ نطلعها نقشرها. وأول حاجة هننزل دلوقتي بطاسة على النار 250 جرام من اللحمة المفرومة. طبعا مش هنضيف لهم زيت لأنهم مفهوم دهون، هنسويهم على الدهون بتاعتهم. ونحتاج معانا بصلة متوسطة، وهنحاول نقطعها تقطيع ناعم بحيث إن هي تستوي مع اللحمة بتاعتنا. طبعا اللحمة بتاعتنا احنا حاولنا بقدر الإمكان احنا ما نفردهاش في الطاسة، نخليها تاخد صدمة الأول من الجنبين وبعد كده هنحاول نفردها. زي ما انتم شايفين البصل كده قطعناه ونعمناه. هنحتاج معاه قرن فلفل عادي اللي هو المكبب، ولكن لو يفضل لو عندنا فلفل أحمر يكون أفضل. طبعا هنقطعه بالطول وبالعرض وهننعمه برضو زي البصل. وبعد كده فلفل حار، اللي بيحتاج الحار او بيحب الحار ده موضوع اختياري. برضك يفضل لو عندنا فلفل حار احمر، لو مفيش اخضر برضك عادي، ولكن الاحمر بيبقى التست بتاعه والطعم بتاعه بيكون افضل شويه. هنا هنحاول ننعمهم برضك كويس، وبعد كده هنبدا نقلب اللحمه بتاعتنا على الجنب التاني. بعد ما خدت صدمه كده نقلبها على الجنب التاني، ونبدأ بعد كده نفتحها وننزل عليها بنص معلقة من الفلفل الأبيض، نص معلقة صغيرة، وبعد كده رشة كزبرة، وهننزل بعد كده برشة كمون برضك صغيرة. هنا رشة قرفة كمان صغيرة. هنبدأ نقلب ده كله مع بعضه كويس لغاية لما تاخد معانا اللحمة حوالي نص سوا أو أقل شوية، عشان بعد كده ننزل بالخضار بتاعنا البصل والفلفل. هنبدأ نقلبهم مع بعض كده كويس. طبعا مش هياخدوا أقل بالظبط من 5 دقايق ويكون ده كله مستوي معايا. انتوا عارفين اللحمة المفرومة والبصل لما يكون متقطع ناعم بيطلع معانا بسهولة. وننزل عليهم ب3 فصوص من التوم المهروس. هنا هنبص على البطاطس بتاعتنا، وأول ما البطاطس بتاعتنا استوت وحسينا طبعا هي استوت زي ما انتم شايفين هي واضحة في المية، استوت كويس لدرجة إن هي قربت هتبدأ تهري معايا. هبدأ أطلع البطاطس بتاعتي ديت أول ما اختبرتها ولقيتها استوت معايا كويس. هبدأ أطلعها، لو عندي مصفى يفضل إن أنا أطلعها في مصفى عشان تصفي كل السوائل اللي فيها. هبدأ أنزل هنا دلوقتي بربع معلقة من الملح، وأدي تقليبة. وأول ما اللحمة تستوي معايا هبدأ أركنها على جنب، وهنا هبدأ أقشر في البطاطس بتاعتي. أخلص الكمية بتاعت البطاطس كلها تقشير. أهم حاجة أحاول إن أنا ما أسيبش فيها أي قشر خالص. هنا طبعا اول ما قشرت البطاطس كلها هبدا اهرسها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. اهرسها احاول ان انا انعمها كويس بحيث ان هي ما يفضلش فيها حتت مش ناعمه. وبعد كده هبدا انزل عليها برضو ب3 فصوص من التوم المهروس. وهنا بعد ما نزلت بالتوم المهروس هبدا انزل بمعلقتين كبار من النشا. وبعد كده هحتاج معايا كركم، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الكزبره، ربع معلقه من الكمون، ومعلقه صغيره من الزعتر. هبدا انزل بده كله كده على البطاطس بتاعتي. هنا طبعا هبدأ أقطع لها قرن فلفل حار. طبعا الفلفل الحار برضك هيدي البطاطس طعم حلو قوي مع اللحمة كمان محطوط لها فلفل حار، فده لعشاق الحار طبعا. لكن أنا هنا أول ما لقيت وأنا بقطع الفلفل الحار كده الريحة بتاعته ضربت في مناخيري، طلعت خطيرة. يعني الحار حار، فأنا أخدت نص الفلفل بس، نص قرن الفلفل، أنزل عليهم ببيضة. طبعا البيضة هي اللي هتجمع لي البطاطس دي كلها في الآخر وتخليها تفضل متماسكة مع بعضها كويس، وهتديها كمان نفشة تخليها تنفش معايا. طبعا النشا بينشفها وبيديها قرمشه. هنا هبدا اعجن ده كله مع بعض كويس. انا حاولت ان انا اعجن بالمعلقه من شويه لكن المعلقه ما ظبطتش معايا، فانا هنا كان لازم اعجنها بايدي. وهنا هبدا اكور البطاطس بتاعتي، اعملها زي كور كده. شفت موضوع الكبه كده اللي هي بتتحشى لحمه مفرومه، هي دي هتبقى نفس القصه كده. احاول ان انا افردها كده زي الكبه مثلا. لو عايزين مثلا تبلوا ايديكوا، لكن هي مش محتاجه بل ولا حاجه كده احسن. هنا اول ما فتحناها بالشكل ده، ده زي اللي بتقولوا كبة بس على كبير، بس احنا مش هنعملها كبة طبعا. هنا اول ما هنضيف اللحمة المفرومة هنبدأ نقفل عليها كويس. اهم حاجة ما نخليش فيها اي فتحات خالص.
تقفيلها اسهل منه مفيش، كاننا بنقفل عجينه بالظبط. موضوع سهل وبسيط. هنقفلها وبعد كده نعملها زي الفطيره كده او زي رغيف العيش الصغير زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. شايفين رغيف العيش الصغير مثلا او القرصه الصغيره، يبقى ده نفس الشكل. هنجمع الكميه كلها بتاعتنا وبعد كده هنبدا ننزل بطاسه على النار، وطاسه بعد كده هننزل بيها بمعلقتين من الزيت. مش عايزين نكتر زيت بحيث ان هي تاخد يا دوبك بس قرمشه من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين كده. شفت طريقه الهمبرجر كده بالظبط، هي نفس حجم الهمبرجر. هنبدا نديها من هنا ومن هنا تقليبه، ونديها طبعا اللون الذهبي اللون الحلو، وبعد كده هنبدا نطلعها نركنها على جنب. هنقلب من الجنب ده ومن الجنب ده. اول ما تاخد التحميره الحلوه هنبدا نطلع البطاطس بتاعنا المحشيه باللحمه المفرومه. وهنا طبعا بعد ما استوت معايا هبدا اطلعها. ما شاء الله شايفين واخده اللون برضك لون حلو. لو هنعملها بالزبده هتاخد لون احسن من كده. وده كانت الكميه كلها ما شاء الله. هنحتاج معانا بايركس ازاز، وهنبدا ننزل بيه بالقطع بتاعتنا بتاعه البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هبدا احطها باي شكل احنا يعجبنا زي ما احنا عايزين وزي ما تمشي معانا. هبدا احط قطعه كمان هنا من دي وقطعه الجنب التاني بحيث ما اسيبش اي فراغات فيها. فضل عندي لسه 3، هبدأ أقسمهم كده وأنزل بهم عشوائي في أي مكان مش هتفرق معايا. وبعد كده لسه كمان عندي جزء من اللحمة المفرومة، ما خلصتش اللحمة المفرومة معايا. هبدأ أنزل بالجزء من اللحمة المفرومة ده برضك زي ما انتم شايفين كده عشان أغطي كل الفراغات اللي انتم شايفينها ده كده. أنزل باللحمة المفرومة دي كلها. وهحتاج بعد كده، ودي أهم حاجة بقى وتديني تيست حلو قوي، وهي ده رشة من النعناع وعليهم شوية من البقدونس. رشة من النعناع بس النعناع منكترش منه. وبعد كده هنزل بالموزاريلا بتاعتي. وعلى فكرة ممكن للي حابب يعمل بشاميل ويحط عليها تطلع أحلى كمان، ولكن أنا الصراحة اكتفيت بموضوع الموزاريلا. وهنزل عليها كمان بجبنة الشيدر زي ما انتم شايفين كده. ده جبنة شيدر بعد ما حطيت الموزاريلا. هبدأ أحط جبنة شيدر ده لو عندنا، طبعا ده مش إجباري يعني، ده أنا حبيت أعملها كده منها تديني شكل، وبرضك الجبنة الشيدر هتديني طعم حلو أوي. ده صوص جبنة شيدر مش جبنة شيدر. تمام شايفين زي ما انتم شايفين كده. هنسمي الله وهندخلها فرن والع مسبقا على درجة حرارة 180. هتحتاج معانا في رف أوسط مش أكتر من 5 دقايق وهتبقى جاهزة معايا. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي تحفة وبألف هنا.